تيك توكرز اتقبض عليهم. أم ساجدة، أم مكة، سوزي الأردنية اللي أنا معرفش هي ليه أردنية برضو. هي البنت كل فيديوهاتها منشورة على السوشيال ميديا والناس كلها بتاخدها فور فن. بس الحقيقة هنا أنا ليا تعقيب بسيط. يعني يا جماعة انتوا بتنشروا خبر انه اتقبض عليهم وان الكلام ده مش عاجبكم ولا آخره. ازاي كنتوا بتاخدوا الفيديوهات بتاعتهم وتعملوا عليها افيهات وتضحكوا وتنزلوها للناس بدل المرة مليون؟ يعني انتوا كنتوا بتتجرأوا على انكم تاخدوا الفيديوهات دي وتحطوها على الشاشة قدام الناس بدل ما اسمع او الموضوع ما يبقاش اتسمع اللي هي قالته. باخد اي فيديو يضحك لاي واحدة منهم وامثل بيه ودينا بنضحك. ازاي؟ كلنا مذنبين. هنا هيحضرني قول احمد زكي لما قال في واحد من افلامه: ولا استثني احد، كلنا مذنبين. اللي اتفرج مذنب، واللي خد الموضوع على انه هزاره وقعد يصور بدل مره 2 و3 عشان يطلع حاجات تضحك الناس مذنب. لانه انا نفسي واي حد بيسمع بس مش بيشوف الكلام بيتخض. كلنا مذنبين ولا استثني احد. 34 محامي بجد تحياتنا ليهم، لانهم اخترقوا شبكة كبيرة الناس كلها بتتكلم عنها، محدش عارف يجي ناحيتها، محدش عارف يدخلها أولها من آخرها. فالتلاتة أو ال34 محامي دول تحياتنا ليكوا، لأنكوا وقفتوا وقفة رجالة، عملتوا اللي ناس كتير معرفتش تعمله، بل بالعكس كانت بتساعد على إن المحتوى ينتشر. فالنهاردة لازم نلوم نفسنا زي ما بنلوم الناس دي لو ما كانتش لقت اللي يسقف لها واللي ياخد الفيديوهات بتاعتها يضحك عليها وناس اسامي في المجتمع، ما كانوش ظهروا وانتشروا وترعرعوا في وسط المجتمع. احنا الحاجة التانية اللي عايزة اقولها، احنا لازم نستنى نشوف ايه اللي هيحصل، مين هيطلع بريء فعلا ومين هيطلع مذنب، وايه التهم الموجهة معروفة. ولكن المذنبين هيبقوا مذنبين ليه؟ لان احنا القضايا برضو احنا بنسمع كلام وكلام بيتداول، احنا عايزين نفهم بقى. يعني هو جه الوقت دلوقتي ان احنا نفهم هو في ايه، مين دول ومين الناس دي. فاول طلب نبقى محتاجينه، احنا عايزين نفهم الموضوع ده ماشي ازاي. طبعا 2 من الشباب اللي هم المفروض انهم قدوة للشباب، للأسف مش قدوة للشباب، مداهم وصديقه. طبعا في 2 من الشباب المفروض انهم في عز ريعان شبابهم. الاتنين دول كانوا بيطلعوا بس كل اللي يعملوه انهم يفتحوا السوشيال ميديا على مصراعيها اللايف ويقعدوا طول الليل يحكوا مع الناس، والناس تحكي وتتحاكى على الفلوس اللي بتدخل لهم وعلى الهدايا اللي بتجيلهم. طب انا عايزه افهم، هو واحد شاب في العمر ده عنده مقدرة انه يقعد قصاد التليفون كده الوقت ده كله؟ يعني هو ازاي قادر يقعد؟ انا سؤال بسأله، هل انا اعلم ابني او بنتي ان اقعدي طول الليل قدام الشاشة وافتحي بدءا من الساعة مش عارفة كام لغاية الساعة كام بقى وهيجيلك فلوس؟ طب ده انتوا رجالة. يعني الواحد يعيب على سيدات بسطاء في جهل، في فقر، في غباء، لكن انتوا 2 رجالة متعلمين او واحد منكم متعلم، عملتوا كده ازاي وليه؟ ده انت في ريعان شبابك. طب يا اخي افتح لايف واقعد اتكلم في موضوعات مفيدة. طب يا اخي افتح لايف واعملها لايف مفتوح وسط قهوة، وسط نادي، وسط مش عارفة ايه، الناس كلها تتكلم. لكن معلش انت تفتح لايف بالمنظر ده ويجيلك فلوس بالشكل ده؟ هل دي يعني؟ انا بلومك قوي، في واحد منهم انا بلومه قوي قوي. لفت نظري اسم، انا برضو يا جماعه انا لما بتفرج ولا بعرف الناس دي غير الصدفه البحته. لفت نظري اسم واحده من اللي اتقبض عليهم وهو افرج عنها، اسمها علياء قمري.
أنا لمّا قُلت أمّا أدخل أشوف بس مين علياء قمر دي اللي بيحكوا عنها، فلقيت بنوتة بسيطة جدًا بتعرف تغني قمر سيدنا النبي، فابتدت تغني، فنوع من أنواع الدعم الناس بتدعمها. البنت بسيطة، مش دي المشكلة خالص، المشكلة بقى جات فين بقى، لقيت فيديو ليها هي مع واحد من الشباب اللي أنا لسه باحكي لكم عنه، وهو قاعد بيتكلم معاها أنتِ بتصلّي بما إنها علياء قمر سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فقالت له يعني بواظب شوية وشوية لأ، قال لها ليه؟ قالت له عشان أنا باسهر طول الليل على اللايف. يا نهار أسود! ده المجتمعات اللي برّه اللي هي فيها التكنولوجيا عالية وفيها الحياة يعني مفتوحة أكتر من كده، ما حدش بيعمل كده، ما حدش بيسهر طول الليل، فهي مش قادرة تصلّي، مش قادرة تعمل واجباتها تجاه ربنا، عشان هي طول الليل فاتحة لايف، دي الرسالة. طب قولي لي عدد الركعات، قالت له الضهر 3 ركعات، قال لها تمام، والفيديو موجود. آآ ما عنديش تعليق، ما عنديش تعليق، إحنا في حتّة تانية. يعني الناس برّه بيبقى عندهم تكنولوجيا وتلاقيهم ماشيين بالموبايل وقاعدين في المترو بالموبايل، بس في وقت للنوم وفي وقت للشغل وفي وقت للحياة، مش قاعدين طول الليل نسلي بعض. يعني ربنا يسترها على أولادنا والأمور تتضح عشان نفهم أكتر ونعرف أكتر ويبقى في كنترول أكتر في مصر، ويبقى في سياسة واضحة. يعني لو هم برّه في مثلًا اشتراطات، يبقى الاشتراطات دي واضحة في مصر، فالناس اللي بتعوز تشتغل في السوشيال ميديا أو عايزة تقدّم محتوى يبقوا فاهمين هم بيعملوا إيه ورايحين فين، ما تسيبش الحبل على الغارب، ما تسيبش اللي عايز يعمل حاجة يعملها، لأ، تبقى في يعني كنترول، وربنا يبين لنا إيه الأمور تاني، ويحفظ الولاد الصغيرين الشباب اللي بيشوفوا الحاجات دي طول الوقت. شكرًا.